بتسألوا دايما عن سر جمال شعر المشاهير. طيب انتوا بتقولوا ان هو جميل ليه؟ علشان خاطر انتوا بتشوفوا شكل من بعيد ان هو جميل. اللي هو ايه؟ اللي بيعجب الكل في الشعر يبقى مترطب، يبقى بيلمع، يبقى ناعم، يبقى ما يتكسرش. اوكي؟ بس الحقيقة ممكن ما تبقاش كده، فإحنا عاوزين نتعلم إزاي نوصل لده، إزاي نقيم في البداية شعرنا. أول حاجة، الشعر الجميل أو الشعر الطبيعي معناه الشعر اللي عنده القدرة على امتصاص الرطوبة والاحتفاظ بيها. يعني هناخد شوية من الشعر اللي اتفضل في المشط بعد ما بنسرح بنحطه في كوباية مية. لو امتص المية أو امتص الرطوبة بينزل في قعر الكوباية، لو ما امتصهاش وفضل فوق يبقى ده شعر ما يقدرش يمتص الرطوبة. الشعر لازم يكون بيلمع، بيبقى ناعم. ازاي؟ ما اقصدش اللي هو بيبقى سايب، ان هو مثلا مش كيرلي او مموج. لا، الشعر لما بنلمس عليه كده ما بنلاقيش فيه خشونة، ما بنلاقيش فيه تقطيع. الشعر كمان ما ينفعش يكون هايش، ما ينفعش يكون أطرافه متقصفة. المفروض الشعر أو خصلة الشعر لما بنفردها بإيدينا كده وبعدين نسيبها بترجع تاني تنكمش لفوق كده، تبقى هي المطاطية بتاعتها سليمة. يبقى إحنا مش هنبص بس لمظهر خارجي، لأن في حاجات بتتحط على الشعر بتديه مظهر سليم، بيبقى الشكل اللي احنا شايفينه حلو، بس دي مش حقيقة الشعراية. زي الناس بالظبط كده اللي بتعمل بروتين ويقول الله ده بيبقى شكله حلو. مش الشعر هو اللي شكله حلو، لكن الكيراتين أو حتة البلاستيك اللي بتتحط على الشعراية هي اللي بتلمع، هي اللي بيبقى شكلها سايح. بعد كده مع الاستحمام واستخدام المية مرة في مرة بيروح البلاستيك اللي هو مغطي الشعر، وبعدين يبتدي بقى يظهر على حقيقته، يبان التقطيع اللي فيه. طيب، الاهتمام بالشعر معناه الاهتمام بالتفاصيل. من كان له شعر فليكرمه. لما نكرم الشيء يعني نهتم بالتفاصيل بتاعته. هنتعلم بقى ايه هي التفاصيل بتاعة الشعر وايه العيوب علشان نتعامل معاها. بنسمع من المشاهير حد يقول أنا حطيت مية بصل، اللي تقول أنا حطيت توم، اللي تقول أنا بحط زيت زيتون، اللي بتقول أنا بحط زيت خروع. أوكي، هم صادقين في اللي هم بيقولوه. ليه بيفرقوا عن بعض؟ دي اسمها ثقافة التعامل مع الشعر. يعني أنا لما بقول خطوط عريضة، بس كل حد بعد كده بيحاول يمشي على الخطوط العريضة هيلاقي فيه اختلافات من شخص لشخص. كل واحد بيمشي على حاجة بيلاقيها كويسة، خلاص هي كويسة، بيبتدي يتعلم مع الوقت إيه اللي أسحبه وإيه اللي هزوده. الشعر الجميل مطلب لينا كلنا، ماشي؟ بس في حاجة بس أحب أقولها وأضيفها. قيمة الإنسان في الحياة مش في شعره. يعني في حاجات أكتر من كده في الشخصية لازم نكون مهتمين بيها. ليه؟ علشان يوم ما نصاب بعلة في فروة الراس، نصاب بعلة في الشعر، ما يكونش دي آخر الدنيا بالنسبة لنا. كل شيء ملحوق إن احنا نعالجه، بس لازم نكون احنا عندنا ثقة أكبر بأنفسنا. تساقط الشعر، ما فيش حد إلا ما بيسأل عن تساقط الشعر. تساقط الشعر في الشباب والبنات والسيدات كمان، الكل بيسأل عنه. بس يعني ايه تساقط شعر ونخاف منه؟ ايه لما تقع اكتر من 50 ل 150 شعراية في اليوم؟ معنى كده انه في تساقط. غير كده ده بيبقى تجدد للشعر. الشعراية بتقع علشان خاطر تيجي بدلها واحدة جديدة. هو ده الطبيعي، ان الشعر لازم يتجدد. ده هو لو ما تجددش يبقى فيه خوف. تساقط الشعر في نوعين. في تساقط نتيجة مشكلة حصلت للإنسان، مشكلة صحية أو صدمة نفسية، أو بعد عملية أو بعد ولادة.
الحاجات دي بتروح مع الوقت. في تساقط شعر مزمن. تساقط الشعر المزمن بقى ده نتيجة، عادة بيبقى نتيجة نقص حديد أو خلل في الهرمونات. عادة بيبقى هرمون الغدة الدرقية هي المشكلة في الموضوع ده، والاسترس طبعا بيخلي هرمون الكورتيسول بيعلى، ومع الوقت بتقل نشاط الغدة الكظرية. في بقى موضوع تاني بقى اللي هو تساقط الشعر الجيني أو اللي هو التساقط الوراثي. طيب نتكلم الأول بقى على التساقط اللي بيحصل بعد الإنسان ما بيتعرض لمشكلة كبيرة أو بعد ولادة أو بعد مرض. طبعا بيحصل زي في الجسم زي هزة لخلايا الجسم كله، وأضعف حاجة، أضعف كائن في الجسم كله هو الشعر، وهو أول حاجة بتتأثر. بعد المشكلة أو بعد العملية ب3 أو 4 شهور يبتدي الشعر يتساقط وبكثرة، بس الحمد لله بيرجع تاني يبقى كويس. احنا بس محتاجين نساعده تاني علشان خاطر يرجع بشكل أسرع ويرجع بصحة كويسة، وترجع الشعراية بصحتها كويسة، ما تبقاش شعراية ضعيفة نتيجة اللي مرينا بيه. تاني حاجة بقى الشعر اللي هو فيه تساقط مزمن، نقص الحديد. الحديد اللي هو الهيموجلوبين ده عبارة عن حديد وبعدين بورفرين ماسك فيه. دلوقتي الهيموجلوبين هيبقى واطي، وساعات نشوف الهيموجلوبين بيبقى سليم في التحليل، بس لازم نرجع لمخزون الحديد في الدم نشوفه ناقص ولا لا. الشعر علشان خاطر يكون سليم والحديد بتاعه لازم يكون من 50 ل70. صحيح هنشوف في التحليل إنه هو الطبيعي لحد 13 عشان خاطر الوظائف الجسم الحيوية التانية تكون كويسة، لكن علشان الشعر يكون كويس لازم يعلى لحد من 50 ل70. ده بالنسبة للحديد. طب الحديد موجود فين؟ موجود في اللحوم الحمراء طبعا، موجود في الكبدة طبعا أكتر، موجود في الأسماك. في ناس تقول يعني خدوا خضروات زي السبانخ وكده. السبانخ فيها حديد، بس ده عاوزة يعني الواحد ياكل يطن من السبانخ، لأنه هو الحديد اللي فيه ما بيقدرش الجسم يتعامل معاه زي ما بيتعامل مع الحديد اللي جاي من مصدر حيواني. فلازم هناخد حديد يعني مكملات غذائية لو في نقص في الفيريتين. كمان فيتامين B12 لازم يتاخد. في حاجة اسمها نقص فيتامين B12 بيعمل نوع من أنواع الأنيميا اسمها البرنيشس أنيميا. الفيتامين B12 لازم يتاخد. كمان البروتين ده غذاء مهم جدا، وأول غذاء محتاجه الشعر. يعني اللحوم، الأسماك لازم تكون كافية. البيض طبعا لازم يكون أكله كافي، وعلشان البروتين يشتغل لازم ناخد زنك. يبقى هي دي المكملات الغذائية اللي لازم تتاخد علشان خاطر نطمن إن الشعر بيبقى كويس ونموه سليم. تساقط وراثي. كلمة وراثة معناها إنه في شين موجود في الجسم هو المسؤول عن التساقط. طيب هو لازم لما الجين ده يكون موجود يحصل تساقط؟ ليه بيفرق من إنسان لإنسان؟ ليه بقى بيجي في السن دوت في العصر اللي احنا فيه ده؟ بيجي للشباب، كان زمان بنشوفه بس بعد الأربعينات، لأنه الجين ده بنسميه إيبيجين. إيبيجين يعني بيتأثر أو بيشتغل حسب ما أنا أتعامل معاه. يعني أنا بتعامل مع جسمي بطريقة كويسة هيفضل كامل لحد ما، هتعامل معاه بطريقة سيئة ومش هاخد بالي من صحتي هينشط وهيكون مشكلة كبيرة جدا. علشان كده الشباب اليومين دول بيبدأ يظهر عندهم الصلع من العشرينات. في أكل مش كويس دلوقتي، الفاست فود كتيرة جدا. حتى لو بيروحوا جيم
برضو بياكلوا أحيانا الفاست فود. في ستريس كتير قوي على الناس في الوقت الحاضر اللي احنا عايشين فيه. في أكل حاجة زي الجلوتين المعدل وراثيا اللي هو موجود في القمح، بيبقى فيه بروتين اسمه جلوتين. زمان لما احنا كنا بناكل الحاجات دي ما كانش بيبقى فيه قمح معدل وراثيا، ما كانش بيبقى فيه أطنان من المبيدات الحشرية والكيماويات بيترش بيها مزارع القمح. دلوقتي بقى أصبح في العكس. حتى إحنا دلوقتي مش عندنا بنزرع القمح، برضو لما بنستورده من بره بيبقى فيه نفس المشكلة دي. ساعتها أصبح بروتين الجلوتين اللي موجود في القمح مضر جدا، مش بس على الشعر، على كامل الجسم. في ناس عندها تحسس للجلوتين لأن ده بيأثر على المعدة والأمعاء. تساقط الشعر الوراثي عند الرجالة معروف عند الناس كلها أن الشعر بيبتدي يسرح لورا. عند السيدات ممكن تيجي، بس بيبقى الشعر بيبقى فيه فراغات قوية جدا من الأمام، مش من كل الشعر. لو الفراغات الكتيرة دي موجودة في كامل الشعر ده بيبقى نقص حديد أو مشاكل هرمونية. حلولها، شوف، في حاجات احنا زي ما قلت لك كده انه في ايبيجين هو احنا بنقدر نتحكم فيه. احنا هنحاول ان احنا نعدل نظامنا. حقن البلازما في الشعر كويس بيأخر عملية الصلع، لكن ما نقدرش نقول إن هو ده العلاج. علشان خاطر يبقى في حل نهائي فعلا هو زرع الشعر. بس زرع الشعر يستحسن يتعمل في الأربعينات، يعني بعد 45 سنة. ليه؟ دلوقتي الإنسان أو الشاب دلوقتي لما بيبتدي يبقى عنده صلع وراثي بيبدأ من قدام وبعدين يسرح بالتدريج لورا. دلوقتي لو هو في العشرينات عمل زراعة هيزرع المنطقة اللي قدام، طب ما هيبقى في الثلاثينات هيسرح لورا، هيبقى هو زارع اللي قدام دي واللي في النص دي مش مزروعة، فالشكل مش هيبقى كويس. في حاجة بقى مهمة جدا، في ناس لما تروح علشان خاطر تزرع، حتى في كان موضة ان هم بيسافروا تركيا علشان خاطر يزرعوا شعر، بعد ما بيسافروا هناك بيرجعوهم يقول لا انت ما ينفعش معاك الزراعة. ليه؟ لأنه لسه بصيلة الشعر منفوخة، الشعراية طارت بس بصيلة الشعر لسه منفوخة ما دمرتش. طب هيزرع فين؟ ما هي الأرض زي ما بنقول كده، الأرض فيها جذور، لازم الأرض دي تكون ما فيهاش حاجة خالص عشان نقدر نزرع فيها. الكلام ده بيتعرف بجهاز اسمه الدرموسكوبي. فدكتور الجلدية ببساطة هو يقدر يقول الوقت ده ينفع فيه زراعة ولا لا. ودي بقى حرية شخصية، إذا بتبتدي تدور على الزراعة في العشرينات أو بعد العشرينات، دي مسألة نفسية متعلقة بكل شخص. الشعر المترطب بتدوروا عليه يبقى إذن هو جاف، هو جاف ومتقصف. طيب ده اللي بيحصل. الشعر حاجتين اتنين، بروتين اللي هو الكيراتين اللي هو مغلف الشعراية، وجوه الشعراية لازم يكون في رطوبة علشان يحافظ على مرونة الشعراية، والكيراتين عشان يحافظ على القوة بتاعتها. دلوقتي إذا في حاجة غلبت على التانية هيحصل فيه مشكلة. إذا حصل تكدس أو تراكم بروتين كتير فوق الشعراية، ده يخلي الشعراية تبقى ناشفة وهتتكسر بسهولة. إيه اللي بيعمل كده؟ حاجات إحنا بنحطها عليه، أطنان أو عدد كبير من مستحضرات العناية بالشعر بيبقى فيها بروتين. وأبرز حاجة في الكل زيت جوز الهند. كل ما نقرأ على حاجة زيت جوز الهند، زيت جوز الهند، سواء في الشامبو، في البلسم، في الماسك، في السيرم. زيت جوز الهند بيساعد تراكم البروتين على الشعراية. نبتدي بقى نقرأ أو نتعلم إزاي نقرأ الحاجات اللي مكتوبة على الأدوات العناية أو ماركات العناية بالشعر علشان خاطر
ناخد اللي يناسبنا ونسيب اللي ما يناسبناش. دلوقتي البروتين بيبقى مكتوب على العلبة من بره بروتين، كيراتين، صويا، بيبقى مكتوب كولاجين، بيبقى مكتوب سلك، مكتوب حرير. كل الحاجات دي بتبقى مكتوبة، نعرف ان دي بتزود البروتين. لو حصل المشكلة ان هو فيه الجفاف والتقصف، معناها ان دي الحاجة دي زادت، لازم تقف. في المقابل لازم محتاجين بقى ايه؟ ترطيب. هندي حاجة بترطب، هندي حاجة فيها ألوفيرا أو الصبار، هندي حاجة فيها عسل النحل، وزيت الأفوكادو ده كويس جدا، بيرطب الشعر اللي هو مساميته حتى ضعيفة جدا، عنده القدرة على اختراق الشعراية وترطيب الشعر الهايش. ده بقى عكس الشعر الجاف المتقصف، هو بيبقى طري وبس في نفس الوقت هايش، مش الشعراية مش ناعمة كده، الخصلة مش ماسكة نفسها. أحسن تعبير أو أحسن تشبيه ليه بيبقى عامل زي حلوى الغزل البنات، هي هايشة كده بس إذا بنمسكها هي بتكون طرية. دي بقى معناها إنه في زيادة ترطيب أو زيادة مية. الشعر ده بيتحط عليه حاجات كتير بتمتص الرطوبة، أو الشعر ده بيتبل مية كتير، لأنه في ناس مثلا بتستحمى وبتغسل شعرها بشكل يومي، المفروض هو مرتين في الأسبوع. في ناس بتعرق، العرق الفروة الراس ده الحمد لله دلوقتي بنقدر نسيطر عليه بالبوتوكس، التعرق الزائد حتى في فروة الراس بنقدر نسيطر عليه. دلوقتي احنا هنبطل الحاجات اللي بتخلي الشعر يمص مية بشكل كبير، هنبطل الألوفيرا، هنبطل العسل، هنبطل زيت الأفوكادو، هنحط بقى الحاجات اللي فيها بروتين، يعني الحاجات اللي مكتوب عليها كيراتين، مكتوب عليها كولاجين، الصويا، الحرير. الحاجات دي كلها كويسة قوي. بس فيه نقطة بقى يعني مهمة جدا، أهم من كل ده. دلوقتي كل الشامبوهات والبلسم وكل الماتيريالز بتاعت العناية بالشعر بتجيلنا من بره أو حتى من جوه مصر. المصنع عشان يصنع الحاجات دي هي بنفس الجودة، عشان يوصل لناس كتيرة في مستوى العالم وينتج الملايين دي كلها وتبقى كل إزازة شبه التانية بالظبط، لازم يتحط عليها كيماويات كتيرة جدا، يتحط عليها مواد حافظة، بيتحط عليها مواد تحافظ على الملمس بتاع الشعر، مواد تحافظ على الريحة. كل ده غلط، مش بس على الشعراية نفسها، ده لما بيلمس فروة الراس بيعمل مشاكل كبيرة جدا، لأنه أي حاجة بتيجي على الجلد من بره زي ما نكون بلعناها عن طريق الفم، وأكتر كمان حاجة لو بلعناها عن طريق الفم، في دلوقتي إنزيمات تقدر تتعامل معاها في اللعاب أو حتى في المعدة، لكن لو حطيناها على فروة الراس هتعمل لنا مشاكل كبيرة جدا. خلل في الهرمونات بيحصل، ممكن أشهره PCO أو تكيس المبايض، ودي حاجة منتشرة في دول البحر الأبيض المتوسط. دايما الأحسن إن احنا نستخدم حاجات المعامل المحلية اللي واخدة تراخيص. يعني مثلا أنا يعني في مثلا منتجات زي منتجات نانكر، منتجات زي شهرزاد، يعني في بعض حاجات أنا بفضلها، دي خالية من كل المشاكل اللي اتكلمنا عنها، وهي دي الأصح. زي ما قلنا تاني، صناعة المواد التجميلية دي كلها هي بالضبط صناعة، الكلمة دي حقيقية، هي صناعة والطب استفاد منها، إنما هي أساساً صناعة من أجل الربح، من أجل التجارة، والطب هو اللي استفاد منها، مش العكس، إن أنا عملت أبحاث وخليت الناس تعمل كذا. الشركات اللي هي مبنية إنه فيها مركز أبحاث خاص بيها على مستوى العالم بيتعدوا على أصابع الإيد الواحدة.
فخلينا دايما في الحاجات المحلية الموثوق فيها اللي واخدة ترخيص من وزارة الصحة. بروتين الشعر، الأكذوبة الكبيرة، هو الاسم رنان، الاسم كده فيه شياكة إن أنا هحط بروتين يعني معناها أنا هغذيه. الحقيقة هي العكس تماما. الناس بتعمله ليه؟ عشان تفرد الشعراية. طب هي الشعراية أصلا مجعدة ليه؟ الشعراية كيرلي ليه؟ لأن في بونس أو في روابط هي اللي بتربط بروتين الشعر ببعض. الروابط ديت قوية قوي، فبالتالي الشعراية مش منسدلة، لكن الشعراية فيها نوع من أنواع التموج أو هي شعراية كيرلي. فعلشان خاطر نفردها الروابط دي لازم تتكسر يعني كارثة. يعني أصبح البروتين اللي هو مغلف الشعراية بتاعتنا متكسر، يعني الشعراية بكل بساطة تتقطع. فإيه اللي بيحصل؟ بيجيبوا حاجة كده شبيهة بالبلاستيك وبيغلفوا بقى الشعراية علشان تفضل ماسكة نفسها ويبقى الشكل جميل. مش البروتين هو اللي جميل، الشكل اللي احنا شايفينه هو اللي شكله جميل، لكن في الواقع مش الشعراية اللي جميلة. يوم ورا التاني كل ما بنشطف شعرنا، كل ما الشعر بيتعرض للعوامل التعرية الخارجية، كل ده هيروح وهتتبقى الشعراية المضرورة بشكل سيء جدا. مش بس كده، الشعر لما بيتعرض للفرد بتاع البروتين، فروة الشعر نفسها بيحصل لها زي صدمة. بيقولوا فروة الراس بتزعل. البصيلات علشان خاطر تحمي نفسها من المشكلة اللي حصلت حواليها دي بتقفل على نفسها، بنسميها شات داون. زي ما بنقول كده على برنامج الكمبيوتر بيحصل له شات داون أو بيقفل. فبتفضل الشعراية فترة طويلة ما تطلعش بعد كده، وإن طلعت بتبقى ضعيفة جدا. فدي بقى محتاجة علاج. مش دي ما نقدرش نسيب الشعراية بعد كده تطلع لوحدها من غير أي تدخل علاجي. فجلسات البلازما فعلا هي أحسن حاجة في المرحلة دي. الصبغة في درجات بالتفتيح. عادة الناس بتحب الشعر يبقى بلوند، بيحبوا إنه هو يبقى أشقر. فلما لو فتحت الشعر درجتين هيحصل فيه مشكلة هنعالجها. لو فتحت 3 درجات ممكن نلحقها. لو فتحت 5 درجات خلاص كده الشعراية باظت، مش هنقدر نلحقها. خلاص هنشتغل على اللي هو لسه جاي، والشعر ديت ملهاش حل غير ان هي تتقص. ترميم الشعر هو ده اللي احنا عاوزينه. ترميم الشعر معناها ان احنا نحط جوز هند وبعض من البروتين بشكل مدروس لحد ما نحس ان الشعراية بتاعتنا بدأت تبقى كويسة. حسينا انها نشفت بعد كده، يبقى احنا كده زودنا بروتين، لازم نبتدي نسحبه. المهم انه ترميم الشعر محتاج جوز هند. في حاجة بقى مهمة كمان، مش الماتيريال بس أو الحاجات اللي بتتحط على الشعر هي اللي لها دخل، ده في طريقة التعامل مع الشعر. الشعر ده أضعف كائن في الجسم. في طريقة بقى التسريح. في حاجة اسمها فرشة الديتانجل أو الفرشة ضد التشابك. الشعر الصحي ما بيتشابكش، الشعر الغير صحي هو اللي بيحصل له تشابك. مش هنحاول نسرحه بالعافية يعني ونقطعه بالمشط العادي. في فرشة اسمها فرشة ضد التشابك، دي رقم 1. تاني حاجة، لما نيجي نعمل مساج لفروة الراس ما ينفعش نجيب كده الأطراف الأصابع ونعمل مساج للشعر بالشكل ده. كتر المساج هيوقع الشعرية نفسها. ممكن شوية بالأظافر. وفي فرش مخصوصة بتتشرى سيليكون علشان خاطر تدليك الفروة والمساج بتاعها. الشعر ما ينفعش يتغطى غير بستان أو حرير طبيعي. القطن لا، القطن بينشف الشعراية ويقطعها. لساعة النوم لو نمنا كده على مرتبة
قطن هتقطع برضو الشعرية، هنصحى الصبح نلاقي الشعر هايش. فلازم المخدة تكون حرير طبيعي أو تكون ستان. إذا لقينا إن ده بيطلع حبوب في الوش يبقى خلاص، يبقى نربط بس الشعرية طول الليل بإشارب حرير طبيعي أو بستان. لو هنحط أي توكة تبقى برضو ستان. مع لبس الحجاب خلي الطبقة اللي هي بتلمس الشعر ستان، بعد كده الطبقة اللي هي القطن علشان خاطر الشعر ما يتزحلقش. يعني هو في حاجتين دلوقتي، في حاجات بنستخدمها كيماويات أو حاجات بنستخدمها وحاجات بنستعملها. لما الاتنين دول يتظبطوا الشعر بيبقى كويس. الشعر الأبيض ده طبيعي إن هو بيحصل مع التقدم في العمر. في ناس شعرها بيبيض في سن صغير من العشرينات، عادة بتبقى ده حاجة بتجري في العائلات. العيلة دي الناس شعرهم بيشيب من بدري. في إنزيم في الشعر بيقل، هو ده السبب في إن الشعر بيبيض. دلوقتي في أبحاث بس لسه ما طلعتش للناس في الأسواق إنه في الإنزيم ده هو بيتحط في صورة دواء، بيتحط على فروة الراس علشان خاطر يمنع الشيب المبكر. طبعا الناس بتحب تغطيه بالصبغة، خصوصا لو إنه بيجي في سن صغير. أوكي ممكن نصبغه، بس الصبغة ما تزيدش عن تغير في اللون عن 2 درجات. المشكلة إنه الشعر الشايب بيحتاج إن إحنا مثلا كل أسبوعين أو كل شهر نعمل صبغة للجذور. لازم نروح عند حد محترف. الفروة الراس لازم تحط حاجة اسمها color block، بيتحط مادة تمنع وصول الصبغة لفروة الشعر، لأن هي دي المشكلة الكبيرة قوي، إن فروة الراس تتعرض بشدة للصبغات وباستمرار. شيب الشعر هو وارد، لأنه هو في نظريات كتير اتكلمت عن الموضوع ده، من ضمنها اللي هو الضغوط العصبية. واحد اتعرض مثلا لصدمة يقول أنا شعري شاب من كتر اللي شفته. ليه بقى؟ الإنسان لما بيتعرض للضغط العصبي القوي الدم بتاعه بيتحول للحمضي. هو المفروض إن هو يبقى مايل للقلوي، بيتحول للحمضي. في الوقت ده الكالسيوم بيتاخد من العظم ويترسب في أماكن تانية. يقال إن هو ترسب الكالسيوم في الشعرية هو اللي بيديها اللون الأبيض. عموما هو الاسترس كارثة. الاسترس هو القاتل رقم 1 في العصر اللي احنا عايشين فيه. شعر كليوباترا الحقيقة هي كان مكتوب في أحد البرديات الطريقة اللي هي كانت بتهتم بيه بشعرها. الحقيقة هي معروف عنها اهتمامها الزائد أو الاهتمام بالتفاصيل في العناية بالبشرة وبالشعر. اللي اتكتب عنها بخصوص الشعر استخدام زيت الخروع على الفروة وعلى الشعر. بتحط زيت الخروع لمدة ربع ساعة وبعد كده بيتغسل، دي علشان خاطر الشعر يبقى قوي. تاني حاجة كانت بتشطف الشعر بإيه؟ بيبقى فيه مغلي جزء من القشر البرتقان ومغلي جزء من الشمام، وبعدين بنسيبه يبرد وبعدين يتحط عليه خل تفاح ويتشطف به الشعر. خل التفاح معروف إنه هو مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات. دي حاجة كويسة وبتدي لمعة حلوة للشعر، لأن هي بتقلل من المسامية بتاعة الشعر، فالشعر بيبقى ساعتها بيبان إنه هو بيلمع ونضيف. الحنة للشعر، الحنة ممتازة للشعر لأن هي أي حاجة الحنة بتتحط عليها بتزود الكيراتين بتاعها. يعني لو تحط على الإيدين، في ناس بتحني إيديها وبتحني ضوافرها
اللي بيحصل إنه طبقة الكيراتين في المنطقة دي بتزيد، وعلشان كده الحنة بتقعد فترة طويلة. بالنسبة بقى للشعر، كل الناس بتقول إن الحنة بتنشف الشعر عشان كده بيبعدوا عنها. أنا هقول لكم على طريقة. دي كانت عبارة عن بحث أو رسالة ماجستير اتعملت في كلية صيدلة في جامعة الأزهر من سنين طويلة. أنا عن نفسي لما جربتها لقيت إنه في فرق كبير من أن أنا أستعمل الحنة بالشكل عادي أو بالشكل اللي أنا هقول عليه. دلوقتي بنجيب الحنة، أنا بحب 5 خمسات، حلوة جدا وما فيهاش الشوائب دي. بنعجنها مية دافية، دي أبسط حاجة. أحلى حاجة بقى تتحط على الشعر الكركديه. الكركديه ده أجمل حاجة ممكن يتحط على الشعر. نحط عليه الكركديه حتى ده بيدي لون أحمر حلو. في ناس بتحب اللون البني وبتحط القهوة فيها كافيين، والكافيين برضو كويس للشعر. الناس اللي عاوزة اللون البرجنتي بنجيب القشر البدنجان الأسود وبعدين يتغلى أو يتنقع شوية في المية وبعدين يتعجن بيه الحنة. المهم هي كده اتعجنت، بنحط عليها 4 أنواع من الزيوت. بنحط زيت سمسم وزيت خروع وزيت حصلبان وزيت الروزماري، ال4 دول. وبعدين بيتحط معلقة خل علشان تدي اللمعة وعلشان تخلي اللون يقعد فترة أطول. بيتحط زبادي، في بروبايوتكس، بيتحط كمان عسل نحل. بعد كده بقى الحنة بنسيبها تخمر شوية يعني نص ساعة. لما تتحط بقى على الشعر وفروة الراس بتقعد 3 ساعات. بعد كده بنشطفها، النتيجة بتكون هايلة وما بتنشفش الشعر نهائي. هو قص الشعر ملوش علاقة بطول الشعر يطول قد ايه. خلينا نفهم بس هو الشعر بيطول ليه وليه بيفرق من إنسان للتاني. دلوقتي الشعر بيمر ب3 مراحل. مرحلة الشباب بتبقى البصيلة تحت الفروة، بيبتدي تتكون فيها الشعراية. الكلام ده بيقعد له من 2 ل7 سنوات. الفترة دي هي اللي بيطول فيها الشعر. يعني في ناس شعرها بعد 2 وخلاص بيقف يبطل يطول. قص الشعر بيبقى كويس لما الأطراف بتكون متقصفة علشان التقصيف ما يطلعش لفوق، فإحنا بنلحقه وبعدين بنقص الشعر. لكن نقول قص الشعر علشان الشعر يطول، لا، دي ما بتحصلش. طيب الثعلبة، يعني في جزء من الشعر أو مفقود في حتة كده في فروة الراس بيضة. ممكن تكون حاجة صغيرة كده سنتي ويمكن أقل من سنتي، ممكن تبقى حاجة واخدة مساحة كبيرة في فروة الراس. دي لو هي يعني ثعلبة جزئية. في ثعلبة ممكن تاخد الشعر كله، في ثعلبة ممكن تاخد الشعر كله والحواجب والرموش. في نوع أقصى بقى بياخد شعر الجسم كله. طيب خلينا بقى دلوقتي في اللي بياخد جزء من الشعر. هي أصلا ليه بتحصل؟ في 3 أركان لازم يتوفر علشان ده يحصل. لازم في شخص عنده استعداد يكون اتعرض لصدمة نفسية أو زعلة، ويكون في تاريخ موجود في العيلة دي، حتى لو مش الأب أو أم يكون في حد من بعيد. يعني لازم ال3 أضلاع دول يكونوا متوفرين، بس مش شرط يكونوا ال3 أضلاع دول متساويين. يعني ممكن يكون زعلة بسيطة بس هو عنده استعداد شديد، ده يعمل له ثعلبة. إنما في ناس لازم الزعلة تكون قوية جدا علشان خاطر تعمل له الثعلبة. مش بس في الكبار، الأطفال هم كمان بيحسوا وبيزعلوا. يمكن مشاكل في المدرسة تعمل كده، غيرة من الأخوات تعمل كده، سفر الأب أو الأم يعملوا كده.
لازم ناخد بالنا دايما من الحالة النفسية بتاعتنا وبتاعت الناس اللي احنا بنحبهم، بتاعت المجتمع ككل. احنا ليه الناس ممكن تأذي بعض؟ لازم يكون في تراحم ما بين الناس وبين بعض. علشان كده بنقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني لما بترفع معنويات إنسان أنت بتاخد حسنات، والعكس صحيح. بعلاج الثعلبة دلوقتي بيتوقف على نوعها. عادة الثعلبة بتبقى بتاخد وقت بسيط وبتروح. دي بتبقى محتاجة جرعة قوية من الكورتيزون، بتقعد تقريبا من أسبوعين لشهر. الجرعة الناس الكبيرة من 40 ل 60 ملي جرام من الكورتيزون بنبدأ بيها، وبعدين بتتناقص بالتدريج. ليه؟ لأنه بيبقى فيه أجسام مضادة هي اللي بتوقع الشعراية، بتهاجم الشعراية نفسها، علشان كده هي بتوقع. فلازم ندي كورتيزون في المرحلة دي. خلينا نفهم بس هو الشعر بيطول ليه وليه بيفرق من إنسان للتاني. دلوقتي الشعر بيمر ب3 مراحل. مرحلة الشباب بتبقى البصيلة تحت الفروة، بيبتدي تتكون فيها الشعراية. الكلام ده بيقعد له من 2 ل7 سنوات. الفترة دي هي اللي بيطول فيها الشعر. يعني في ناس شعرها بعد 2 وخلاص بيقف يبطل يطول. قشرة الشعر الكومن أو الحاجة الشائعة اللي كلنا عارفينها، في نوعين 2، في قشرة جافة وفي قشرة دهنية. القشرة الجافة من شدة جفاف الفروة الراس بتقشر، ودي الحقيقة حاجة مش كتير. إنما اللي كتير فعلا قشرة الشعر الدهنية، بيبقى من كترة الدهون اللي في فروة الراس. في البكتيريا المفروض إن هي بتعيش بشكل نافع على الفروة بتهاجم الفروة، وبتبتدي تحصل التهاب، والالتهاب ده هو اللي بينتج عنه وجود القشرة. إزاي بقى نعالجها؟ إن احنا نسيطر على الدهون دي، وبعدين نبتدي بقى نعالج الالتهاب اللي حصل نتيجة زيادة الدهون دي. الطرق كتيرة جدا، سواء شامبوهات، سواء ماسكات لفروة الراس، قطرات كورتيزون، حاجات كتيرة قوي. الدكتور بقى هو بيتصرف فيها، مش كل حد زي التاني. وما ينفعش أنا أروح الصيدلية لوحدي كده وأقول أنا عاوز شامبو ضد القشرة. ده ممكن يحصل مشاكل كبيرة جدا لو الشامبو دوت مش مناسب، لأن الشامبو ده ممكن يرسب كمان بروتين. البروتين لما هيترسب هيزود القشرة. ممكن يكون الشامبو دوت خالي من السلفيت. أنا محتاجة مثلا شامبو فيه سلفيت مرة واحدة في الشهر. يعني في الموضوع بصراحة كومبلكس أو موضوع معقد، ما ينفعش إن أنا أتدخل فيه لوحدي بدون متابعة كويسة من دكتور الجلدية. فيتامينات الشعر دايما الناس بتقول لبعض اسم كده ويقول لك بس هات المستورد منه، هو دي أحسن حاجة للشعر. ببساطة كده هم البيوتين أو الفيتامين B7، وتاني حاجة فيتامين دي والزنك. ال3 دول لازم يكونوا موجودين. الحديد ممكن يتاخد بالذات في البنات أو السيدات في العمر بتاع الدورة الشهرية، لأنه أكيد بيحصل نقص في الحديد. بيبقى فيه مالتي فيتامينز موجود فيها حديد، بيبقى كده مكتوب حديد وزنك وفيتامين سي. لازم دوت بيتاخده شهرين ونبطل شوية وبعدين نرجع ناخده تاني. إبر التخسيس المونجارو والأوزمبيك، المونجارو بالذات اللي كتر قوي استعماله. هو صحيح أخذ ترخيص من وزارة الصحة وبقى موجود في كل الصيدليات وأي حد ممكن يروح يشتريه، وده غلط. لازم يكون تحت استشارة طبيب، حتى ولو برضو بيحصل
ضعف شديد للشعراية. بروتين الشعراية بيتأثر بشكل كبير جدا، والشعراية بتضعف وبتبقى هايشة جدا وضعيفة، فراجل يعني هشة، سهل إن هي تتقطع. لأن الإبر دي وظيفتها إن هي بتقلل حركة الجهاز الهضمي، فبتدي إشارة للمخ إن أنا شبعان فأنا مش باكل. بتخلي امتصاص البروتين سيء جدا، بيأثر على الكلية بصراحة وعلى الكبد. فلازم ناكل بروتين كويس قوي في المرحلة دي، ولازم نشرب مية كتير. بصراحة يعني ما تضطروش تاخدوا الحاجات دي إلا لو كان نزول الوزن فشل بالطرق العادية وبالرجيم العادي، إنما لغاية 5 كيلو 7 كيلو إحنا نقدر ننزلهم بعيد عن الإبر دي. الشعر الكيرلي مظلوم مظلوم مظلوم. الشعر الكيرلي هو جميل، وكل خلقة ربنا جميلة. إذا كان في واحدة أو واحد شعره كيرلي، لأنه الوش ده مش هيبقى حلو إلا إذا كان إطار الشعر اللي حواليه كان كيرلي. مش حلو ليه؟ عشان إحنا بنعامله غلط. الشعر قلنا علشان يبقى حلو لازم يكون بيلمع، الشعر بينكمش لما أنا أشده كده بيرجع تاني لطبيعته. يكون ناعم، ناعم بمعنى ان انا احط ايدي كده عليه ما لاقيش فيه تكسير. للأسف في ناس كتير بتعامله معاملة الشعر الطبيعي، ويقولوا أنا بجيب حتى البرودكت ديت من برا ومن أمريكا. في ناس حتى بيتصلوا عليا من أمريكا ومن بلاد أجنبية، يقول أنا بستخدم حاجات هنا في أمريكا مش زي اللي عندك في الوطن العربي، ومع ذلك الشعر مش بيتصلح، مش راضي يتفرد. عمره ما هيكون سلامته إنه هو بيتفرد، سلامته إنه يتعامل صح كشعر كيرلي، إنه هو يبقى الشعر كيرلي بيلمع بينكمش. أوكي، الشعر ده عنده القابلية إنه هو يرسب عليه بروتين، لأنه هو مش سهل إنه المية تنساب من عليه كده. فهنبعد عن المنتجات اللي فيها بروتين بقدر الإمكان. هنبدأ نعرف إن تسريح الشعر ده بيبقى يوم الغسيل بس، ده ما بيسرحش كل يوم زي الشعر العادي. لما نيجي ننام هنلفه من تحت كده لفوق هنا بتوكة ستان، وبعدين نغطيه ببني ستان، لأنه هو لا يتحمل إنه يحصل عليه فرك. طبعا في فرشة الديتانجل، الفرشة اللي هي مضادة للتشابك. يوم ما بيتغسل بيتحط الشامبو، بعد كده بيتحط البلسم اللي فيه ألوفيرا أو فيه عسل نحل. بعد كده بنشطفه ونحط ماسك الشعر. كل ده احنا عاوزين نرطب. بنحط ماسك الشعر، بيبقى فيه الشيا باتر دي كويسة برضو، بيبقى فيه الألوفيرا، بيبقى فيه العسل. تلت ساعة وبعدين بنشطفه. ممكن نضيف للماسك بعد الزيوت بس ما يبقاش فيها زيت جوز هند. بعد ما بنشطفه بقى، وقبل ما نطلع من الحمام بنحط حاجة اسمها الليف ان بلسم. يعني ده بلسم بيفضل على الشعر، مش بتغسله علشان خاطر التشابك ما يبقاش موجود ساعة التسريح. الليف ان برضو فيه نفس الشروط الموجودة في بقية المنتجات. بعد كده بقى في حاجات كتيرة اتحطت دلوقتي على الشعر، فإحنا عاوزين نشيل اللي اتحط فوق الشعراية ونسيب اللي داخل الشعراية، فبنجيب فوطة مايكرو فايبر. القطن ممنوع، البشكير القطن ممنوع لأي نوع من أنواع الشعر، بينشف المية، مش اللي فوق الشعراية لا اللي جوه الشعراية كمان، وده مش مطلوب.
فاحنا بنحط الفوطه المايكرو فايبر وبعدين بطريقه ربط كده ايه على الشعرايه، لكن انا اعمل كده الشعرايه دي بتتقطع. وبعد كده لما الشعرية بنلاقيها مندية خلاص وقربت تنشف، بحط كريم التصفيف اللي هو كريم التسريح، وبعدين نجيب الفرشة بتاعة الديتانجل ونسرح بيها شعرنا ونسيبه بعد كده ايه هو ايه ينشف. في ممكن نحط بعد كده آخر حاجة خالص نحط زيت. الزيت يحافظ على حجز الرطوبة، ما نسيبش الشعرية بعد ما حطينا عليها كل الترطيب ده الترطيب يطير تاني في الهواء. فبنحط زيت بذور العنب كويس، زيت بذور الرمان برضو مناسب. في ناس شافت ان هي لما بتستخدم الليف ان وبعدين الزيت وبعدين الكريم كده الترتيب ده كويس معاها. في ناس شافت ان انا احط الليف ان وبعدين الكريم وبعدين الزيت، ده الانسب معاه. كل واحد بقى وحسب الشعر ما بيستجيب. زي ما قلت دي ثقافة، كل حد بيبني الثقافة الخاصة بيه هو عن طريق تجربة تحت إطار معروف علمي. ده اللي أنا قلته. بالنسبة للراستا شكلها حلو، ضفاير صغيرة مجدولة بيتحط عليها شرايط فيها ألوان كتير، وبعدين بتاخد الشعر كله. شكلها حلو، ده بيغري الناس إنها تعمله. هو اللي بيعمل التسريحة دي أصلا الأفارقة لأن شعرهم خشن. مش هقدر أقول كيرلي، لا ده تخطى مرحلة الكيرلي بيبقى خشن جدا، فهم بيسرحوه بالطريقة دي. في ناس بقى شعرها بالأصل ناعم، حتى الواحد بيشوف سواح روس مثلا بيحبوا يعملوه لأنه شكله بيبقى حلو، وبتفضل شهر وبعدين بتتفك بعد شهر. شدة الشعر القوية جدا مع الراستا دي أكبر خطر على البصيلة. ده بيخلي البصيلة تتزعزع من مكانها مرة في مرة، هي هتقع الشعرية ومش هتطلع تاني. زي بالظبط الناس اللي طول ما هي قاعدة بتفكر بتلعب في شعرها بالشكل ده ممكن يعمل صلع في المنطقة دي وما يرجعش تاني. فإذا حد حابب يعملها هي مرة بقى وخلاص، ومش كل الناس بتعرف تعملها. في ناس بتبقى محترفة، عادة هم الأفارقة بس هم اللي بيعرفوا يعملوها. براندات عالمية للشعر. براندات عالمية للشعر يعني في حاجات جاية لنا من بره، جاية لنا بتتوزع على العالم كله بكميات كبيرة جدا. عشان ده يحصل لازم يتحط عليها كمية كبيرة جدا من المواد الحافظة، من الحاجات اللي بتدينا ريحة كويسة، الحاجات اللي بتدي لمعة للشعرية، حاجات كيماويات كتيرة جدا. دي لما بتتحط على فروة الراس دي بتأذينا جدا، بتأذي أكتر حاجة الجهاز الهرموني بتاعنا إحنا. كمان لما بيحطوا كتير قوي جوز هند، معروف كلهم غرقانين جوز هند جوز هند جوز هند جوز هند. ده بيخلي البروتين يترسب على شعرنا ويحصل مشكلة الجفاف والتساقط. الحقيقة بلاش نتغر بكلمة إن هي شركة عالمية. الأفضل إن احنا بنتبع المعامل المحلية اللي واخدة ترخيص وزارة الصحة. يعني مثلا زي نانكر أنا بحب استخدمه، في برضو شهرزاد. الناس دي بتعمل الحاجة العلمية، مش بيتحط عليها هذا الكم من الحاجات اللي أنا قلت عليها المضرة دي. ده حتى بيعملوا غسيل الشعر مش بالشامبو، حاجة اسمها الكووش، يعني بلسم عنده قدرات إنه هو يبقى زي الشامبو، يبقى إنه هو يعمل تنظيف لفروة الراس. الكووش ده أحسن حاجة يتغسل بيها الشعر مش الشامبو. كمان الليف ان ده مهم جدا. فإحنا هنلاقي الحاجات دي لما بنستخدمها لطيفة جدا على الشعر.
الشعر مش لازم لما نحط شامبو يرغي قوي 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 كده، لا بالعكس. كمان الزيوت دي هي المادة الخام اللي بيتعمل منها الكريمات واللوشنز، بشرط تكون الزيوت دي من مكان موثوق منه جدا ومعروف بالتجربة، مين رقم 1 في السوق، مين رقم 2. دي زي ما قلت وهفضل أقول، دي ثقافة إحنا بنعملها بنفسنا، بنكونها لشعرنا إحنا، بنشوف ده وده وده، بس نكون بنختار صح في الطريق الصح. ساعتها إحنا هنعرف شعرنا إيه اللي هيناسبه وهنعيش نتعامل معاه إزاي. دلوقتي في كمان بلازما الشعر دي صيحة، كل اللي بيجي أنا عايزة أخد بلازما للشعر. البلازما دهيت يعني فيها عوامل النمو اللي بتساعد بصيلات الشعر والفروة عموما إن هي تبقى كويسة. عوامل النمو بتيجي علشان تعمل ترميم ما فسد نتيجة أي سبب ما. إذن هي لوحدها ما تكفيش، لازم يكون معاها حاجة تانية، لازم يكون في كورس كده ميزوثيرابي ومعاها البلازما، لازم يكون في علاج فيتامينات أنا باخده ومعاه الميزوثيرابي والبلازما. هي لوحدها مش كافية. على فكرة البلازما دي مهمة جدا جدا جدا. بعد زراعة الشعر لازم يكون في كورس بلازما بيتاخد شهريا من 6 شهور لسنة. الهير فيلر ده عبارة عن هايلورونيك أسيد. احنا تعودنا ان كلمة فيلر للبشرة يعني هايلورونيك أسيد. الفيلر الشعر برضو عبارة عن سرنجات فيها هايلورونيك أسيد، بس مش مربوط مع بعض بروابط كيميائية، علشان خاطر لما بيدخل الفروة الهايلورونيك أسيد اللي فيه بيمص مية كتير وبعدين بيحصل ترطيب قوي للفروة. دي حاجة حلوة قوي، خصوصا من بعد بقى يعني سن 25. دي حاجة حلوة الناس بتلجأ له لما بيكون في تساقط، وفعلا فعلا فعلا حلو. ليه بقى؟ لأن بصيلة الشعر لما بتكون مش مرتوية بيبقى فيه فراغ فيها، الجيب دوت بيبقى فيه فراغ، الفراغ ده ممكن بينزل فيه بقى البكتيريا أو الفطريات النافعة اللي هي بتتحول لضارة، وبعدين بتهاجم الشعراية بتخليها ضعيفة، شكلها بيبقى ضعيف أو بيحصل لها سقوط. فإحنا عاوزين نخلي البصيلة دي منفوخة مرتوية حلو. فالهير فيلر بقى هو ده دوره، ده بيبقى فعلا كويس جدا. مرة في الشهر بيبقى حاجة حلوة.